ولدت الفنانة مريم فخر الدين في 8 عام 1933 في مدينة الفيوم بجمهورية مصر العربية. كان والدها مصرياً مسلماً، أما والدتها فكانت مجرية مسيحية، ونشأت في بيئة متعددة الثقافات واللغات، حيث تعلمت اللغة الألمانية في صغرها وتحدثت بها بطلاقة، إلى جانب إتقانها للغتين الفرنسية والإنجليزية. بدأت مريم حياتها الفنية عن طريق الصدفة، عندما اشتركت في مسابقة جمال نظمتها إحدى المجلات، وفازت بلقب فتاة الغلاف، وهو ما فتح لها باب الشهرة. وسرعان ما التقطها المخرجون والمنتجون ليبدأ مشوارها في عالم السينما في أوائل الخمسينيات. كان أول أفلامها هو ليلة غرام عام 1951، ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من أبرز نجمات الشاشة الفضية. لقبت بحسناء الشاشة، واشتهرت بأدوار الفتاة الرومانسية الرقيقة، وشاركت في أكثر من 200 عمل فني على مدار مسيرتها. وعلى الرغم من شهرتها الكبيرة، فقد واجهت مريم العديد من التحديات الشخصية، منها زواجها غير المستقر، وصراعاتها في تربية أبنائها، كما عانت من عدم تقبلها لبعض أدوارها في بداياتها بسبب ضعف إجادتها للغة العربية الفصحى، لكنها تجاوزت هذه العقبات وأثبتت موهبتها. تزوجت الفنانة مريم فخر الدين أول مرة من المخرج محمود ذو الفقار، وذلك في بداية مسيرتها الفنية. كان زواجهما محط أنظار الوسط الفني، وأسفر عنه إنجاب ابنتها إيمان، لكن الزواج لم يستمر طويلاً، وانتهى بالطلاق بسبب عدم التفاهم وضغوط الحياة الفنية. في فترة لاحقة تزوجت مريم من الدكتور فهمي عبد الحميد، وهو طبيب مصري، وأنجبت منه ابنها أحمد. وعلى الرغم من استقرارها النسبي في هذا الزواج، إلا أنه هو الآخر لم يدم طويلاً، وانتهى بالطلاق أيضاً. كانت مريم تعاني من صعوبة التوافق بين حياتها الفنية والزوجية، وقد صرحت في عدة لقاءات أنها لم تجد في الزواج السعادة التي كانت تبحث عنها، لكنها بقيت أماً حنوناً ومحبة لأسرتها. آراء بعض الفنانات في مريم فخر الدين: 1. فاتن حمامة قالت عنها: كانت مريم فخر الدين فنانة رقيقة الإحساس وصاحبة حضور جميل على الشاشة، تتميز بالهدوء والأدب، وأسعدني التعامل معها في عدة أعمال. 2. إلهام شاهين أشادت بها قائلة: مريم فخر الدين من نجوم الزمن الجميل، جمالها كان أسطورياً، وتمثيلها كان فيه صدق نادر، وأدوارها ما زالت في ذاكرة الجمهور. 3. يسرى صرحت في أحد اللقاءات: كنت أحب مشاهدة أفلام مريم فخر الدين وأنا صغيرة، فكانت براءتها وجمالها يلهماني، وتعلمت منها أساسيات الأداء الرومانسي. 4. نيها العنبر قالت: كانت إنساناً راقية في كل شيء، حتى في حزنه وسمته. أحببتها جداً، وتعلمت من سيرتها أن الفن لا يكفي، بل يجب أن تكون الإنسانية أولاً. مواقف صعبة في حياة مريم فخر الدين: 1. حياتها مع والدتها. عانت مريم فخر الدين كثيراً في طفولتها بسبب صرامة والدتها النمساوية، التي كانت تتصرف بقسوة شديدة ولا تبدي أي مشاعر حنان تجاهها. وقد صرحت مريم في أكثر من لقاء أنها لم تشعر بالحب والحنان في بيتها وهي صغيرة. 2. زواجها الفاشل من محمود ذو الفقار. كان زوجها الأول من المخرج محمود ذو الفقار مصدراً للمعاناة، حيث كانت تتعرض للضرب والإهانة، وقد صرحت أنه كان يستوقظها لتعديد أسماء الرجال الذين يغار منهم. وبعد عذاب طويل طلقها وتزوج من أخرى. 3. فقدها لثقتها بالنساء. قالت في أحد اللقاءات: لا أصدق النساء،